عندي وقلت لها هي راه نص، قلت لها والله يخلف وصل معاهم بعدا 3 المليون. الله يرحم لكم الوالدين. عندك شي مصدر كتدخل منه الفلوس وخفتي انه يكون تنصب ولا داخلك الشك، الله يرحم لك الوالدين. خسر واحد 500 درهم ودوز معايا، لا هما تخسر 500 درهم ونشوف معاك هذاك الشيء، ولا تخسر زبالات الفلوس. دابا انا ملي كتجيني دابا نعطيك مثال، هذا تنصبات عليه 7 الملايين، حنا دابا تنهضروا مع الشركه اللي دار فيها الاكستشينج، قدر على الله علا واسع يقدر ما يجي والو. ملي تتولي في الكريبتو راه صافي رحمك الله. الاخوان سورتو اللي تيمشي في شي بروجي فيه الكريبتو، شي تسمع شي حاجه كريبتو الله يرحم باك، هز التليفون هضر معاه تسمع كريبتو، حيت هاد ملي تيديروا علاش يدخلوك في الكريبتو، علاش تيقول لك شي استثمار للكريبتو، علاش تيقولوها لك؟ تيقولوها لك باش ما تبقاش لا تريسابيليتي، ما تعرفوش شكون هو. اي والله يرحم لكم الوالدين، راه تنضلوا نستقبلوا النصابه واكثر دابا كريبتو. اش غندير لك؟ راه ما عندي ما ندير لك اخويا، سيت خوطه جي عندي قبل، اما لا جيتي عندي وانت في هذا ما عندي كي ندير لك. اش غندير لك انا؟ واخا غتقول لي غنمشي نعلم البوليس، ما صعيب 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 بزاف اخويا، صعيب صعيب. وانا تنقول لكم دبروا راسكم. انا اكثريه تيجيني بنادم تيمشي ليه رزقو، واجي عندي قبل ما يمشي لك رزقك اجي غير تشاور، وهي تشاور ما خاب من استشار، حتى غير اجي تشاور ونوريوك اخويا بالما. بحال هذا السيد ديال مساكن هو تيسحابو راه خدام على الشركه مكري الدومين ديالها في 2023. هاي وعلى الضرائب وتيقول لك الضرائب وباش ما نخلصوش الضرائب. دابا اختي هاد الشركه دابا يسمح لي هاد الشركه ديال التريدين شحال نصبات عليك؟ شحال ديال الفلوس اللي داو اللي محسوب؟ شحال؟ 11000 دولار. واو، شي 10 الملايين مغربيه. وراه غير الجمعه اختي، راه هي نهار الجمعه اخر واحد دوز تنصبات عليه ب 7 الملايين، مشات ليه 7 المليون. قالوا لك صيفط لنا كريبتو، صيفط منها شي حاجه كريبتو. تيهددوك ولاو كيهددوك، سير كملي. كيفاش تيهددوك؟ ناصبين عليك وتيهددوك. يقول دابا ديك لابليكاسيون اللي دخلتي ليها انت، اللي تيليشارجيتي ولا اللي دخلتي ليها اترافيغ لو بي سي، هذيك لابليكاسيون راه ديالهم. وهاد النصابه ديال التريدين تيكونوا هاد لي زابليكاسيون خاسرين عليهم الفلوس ومصاوبين دي زابليكاسيون اللي هما بروفيسيونيل باش كيقنعوا عباد الله بما هما راه شركه محترمه وان هذيك لابليكاسيون فهمتي. وتا داك الفلوس اللي نتيا كتجينيري تما اللي تيبانوا لك راه ربحتي، راه داكشي غير وهمي، راه غير ارقام تيديروهم لك تما. ونهار كتبغي تعيقي ونهار تتعيقي، نهار تتعيق بالقلب اولا غير تتبغي تخرج فلوس، حيت هو بيان سور انت في الاول راه ربحتي سي سور، عطاوك شي حاجه وبانت لك شي حاجه ربحتيها، وتقدر كاع كون بغيتي كاع تخرجيها في الاول. كنهضر لك في الاول كون بغيتي تخرجي دوك الفلوس غادي تخرجيهم، الله يجعلك تخرجي حتى مليون. وهكا بحال هذاك الشيء السيد ديال الجمعه خرج قال لي انا خرجت 100,000 ريال في مليون. ولكن ملي كيكونوا الفلوس كثار، دابا ملي غادي يوليو الفلوس كثار ما باقيش غادي تربحي، ما باقيش غتخرجي. واش غيقولوا لك؟ فوالا غيقولوا لك خاصك تخلص الضرائب ياك، يقولوا لك خلص الضرائب باش تخرج هذوك الفلوس، وما كاين لا ضرائب لا والو. غادي تصيفطي هذوك الفلوس وما غيخرجوش لك، غيبقاو هذوك الفلوس مبلوكيين تما. ولكن كيفاش تيهددوك؟ انا هاد القضيه ديال تيهددوك ما فهمتهاش. اش يهددوك؟ قلت صافي بغيت ننسحب. زيد جبد. انا السيد يلاه جبد 100 شي مليون ونص، سير ماشي مشكل. بغيت نخرج في حالي. خصك تخلص هاد الضرائب غادي نتابعوك. هضره خويا، كاين شي ضريبه تتخلص كريبتو اختي؟ كاين شي ضريبه كتخلص بالكريبتو؟ لا هذاك لا شوف ما كاين لا. شوف هذاك الشيء ديال الضرائب راه كي قلت لك دابا هما تيهددوك على اساس انهم غيتابعوك قضائيا حيت ما تخلصش الضرائب، لان انت اللي مسؤول على الضرائب. ديك هضره خاويه اختي. ما رايكم في الاستثمار في البيتكوين؟ خويا الاستثمار في البيتكوين دابا باش تجي وتانفيستي في البيتكوين، البيتكوين اصاحبي ولا قاسح
كتهضر في 50,000 دولار 60,000 دولار في اي عمله، تتولي تتهضر في 10,000 دولار 20,000 دولار ولا تقاسها اخويا. الاستثمار يا اخي في العملات يكون في الاستثمارات في المشاريع الناشئه، اما العمله ملي تطلع 10K و20K وهذاك الشيء راه ما تيبقاش. شحال غادي تشري انت في هذه العمله كاع؟ شحال غتطلع؟ واخا نمشي معاك اسيدي، احنا بغينا نشريو بطبيعه الحال. انا كنشرح تنهضر في الكريبتو الناس اللي هما خارج المغرب، لان المغاربه تيتابعوني بالداخل وخارج الوطن. الاستثمار في الكريبتو في المغرب يعتبر ممنوع. قلنا على هذه المساله ديال الكريبتو. اذا انت مثلا كتشري عمله ب 60,000 دولار، سير الله يسخر، شريتيها ب 40,000، شريتي بيتكوين اسيدي ب 50,000 دولار، يلا 50,000 دولار. شحال غادي تسنى باش غتربح؟ غير يعني تحط 50,000 دولار باش تربح يلا 10,000 دولار ولا زناط كويس انفستمنت. هذا حط انا 50 مليون باش يلا نربح 10 مليون، ما مزياناش، ما فكره ما توزع. ولكن نقدر اني مثلا ديك 50 مليون غنفرقها مثلا على واحد 20 30 40 عمله، اوكي 50 عمله كاع، لما لا؟ وغنمشي في شي ارقام اللي هما مشاريع اللي هما بساط، مشاريع اللي هما صغار. وهاد المشاريع اللي هما صغار ضروري انا الا درت واحد الدراسه، لان العملات ما كتجيش وتانفيستي فيهم. العملات هما عباره عن مشاريع، والمشاريع تحتاجوا دراسه وتقييم، وملي كتانفيستي فيهم ماشي حيت واحد خونا قال لك سير دير هاد العمله تمشي انت تتلح ليها، تمشي هكاك. العمله خصك انت تدرسها. علاش؟ لانه كاين واحد لاسبي بسيكولوجيك في الانفستيسمون مهم. شنو هو هذا لاسبي بسيكولوجيك؟ يعني انا ملي كنانفيستي في واحد الحاجه كنانفيستي فيها وانا مآمن بها، انا طلع السوق هبط السوق ما كنتخلاش. على الناس علاش كيتخلعوا وتيبيعوا هذا؟ حيت يتخلع ولا كيطمع، حيت كاين لاسبي بسيكولوجيك كيلعب دور كبير في هذه المساله هذه. فانا تيخصني ملي نكون داخل على واحد البروجي فاهمو، اذا انا باش غادي نثق في هذا البروجي ونامن به ويطلع السوق يهبط ما ياثرش هذا الشيء على الخيار ديالي او على لو شوا ديالي. اش خاصني ندير؟ خاصك بطبيعه الحال انك تمشي تدرس، تقرا على هذيك العمله. واخا تقول لي فين غنقرا على هذا الشيء؟ عندهم واحد الحاجه سميتها الوايت بيبر، تمشي تشوف هذيك الوايت بيبر، تمشي تشوف هذاك الفريق، تشوف التجانس في هذاك الفريق، تشوف بزاف ديال الحوايج. الانفستيسمون في عمله راه بحالو ملي كتانفيستي في ستارت اب، بحال ما كاينش فرق. الواحد تيجي عندك تيقول لك حنا عندنا مشروع هذا تيبان لك مشروع مزيان كتانفيستي فيه، تيبان لك ماشي مشروع مزيان ما تانفيستيش. تهضر على الناس اللي كيديروا الانفستيسمون ماشي تريدين هضره اخرى. الوغ هوني ادريسي كيقول عملات انبوكس، لا ما عرفتهاش. الاخوان ملي كتبغي كنتي مهتم، انا دائما اوجه رسالتي للناس اللي هما تيسكنوا خارج المغرب. ملي كتبغي تدخل في واحد العمله انت كتدخل في مشروع، نعاودوا هذه الهضره. ملي كتبغي تدخل في واحد العمله رقميه راه كتدخل في واحد المشروع تيحتاج دراسه، بحال البرنامج اللي كان في دوزيام ديال شكون ينفيستي في مشروعي. هذيك شكون ينفيستي في مشروعي كيجيو ناس كيشرحوا البروجي ديالهم وكنقتنع به انايا وكنعطيهم فلوس، تنسمى بيزنس انجل. يعني انا كندعمهم وكان بطبيعه الحال ماشي فابور، كناخذ واحد البورسونتاج. نفس المساله انت ملي كتبغي تدخل في واحد العمله فانت كتدخل في الاسهم ديال هذيك العمله. الاسهم ملي بغيتي تانفيستي في واحد الشركه كتشري الاسهم ديال هذيك الشركه. الاسهم يعني كنشدوا راس مال الشركه كنشد نساهموا فيه، متفقين؟ نفس المساله بالنسبه للعملات. يعني العمله خاصك دير لها دراسه، ماشي كنجي وندخل في العمله. ونصيحه اخرى ما تدخلش كمتداول، دخل كمستثمر، ما تدخلش كمتداول، لانك لا دخلتي كمتداول غادي تجيب الربحه بسرعه. دخلتي كمتداول، دخلتي كانفستيسور لا. وبطبيعه الحال ثاني في العملات الرقميه ما كنمشيش ونحط رزقي كامل في عمله وحده، كنحاول انني نانفيستي على الاقل في واحد 10 العملات تكون حاط فيهم، باش ملي كطيح شي حاجه كتهزك. الا درتي الدراسه وكانت دراسه سليمه في 10 ديال العملات ما يمكنش تقول لي اخويا ما طيحش في شي وحده تطلع. ايوا هادشي اللي كاين. وواحد القضيه اخويا الله يجازيكم بخير، ثاني كاين واحد اللبس تسمعوا التريدين، غير كتسمعوها كيسحابكم. التريدين هو البورصه، لا، تريدين هو مصطلح انجليزي كيعني تجاره. انا تريدر في التجاره، انا في النجاره، انا تريدر في الميكانيك، انا تريدر هي متاجر، متضارب او تاجر، يعني ما عندهاش علاقه. اذا الا بغيت نانفيستي نتاجر في شي حاجه